الصداقة مش مجرد كلمة، هي الرابط اللي بيخلينا نعدي أوقات صعبة، وهي اللي بتدي لحياتنا معنى. لكن السؤال، ليه في صداقات بتكمل لآخر العمر؟ وليه في صداقات بتوجعنا وبتنتهي فجأة؟ طيب، يعني ايه صداقة حقيقية؟ علم النفس بيقول إن الصداقة الحقيقية بتقوم على 3 حاجات أساسية، وهي الثقة، الدعم، الاستمرارية. أول حاجة الثقة، وهي إنك تقدري تحكي أسرارك من غير خوف، تقدري تبقي مطمنة وواثقة إن الشخص اللي قدامك عمره ما هيخذلك، وإنك مش بتفكري في الكلام قبل ما تقوليه. أما بالنسبة للدعم، فهو إن الشخص ده يكون واقف في ظهرك وقت الشدة قبل وقت الفرح، وإنتي زعلانة قبل وإنتي مبسوطة. أما عن الاستمرارية، فهو إن العلاقة مش مبنية على مصلحة مؤقتة، لكن على وجود حقيقي في حياتك، وجود بتحسي إنه مكملك مش بينقص منك. الصداقة دي مش بس إننا نضحك ونهزر وننبسط ونستمتع بوقتنا، كمان إننا نتحمل بعض ونتقبل عيوب بعض. بس على الجانب التاني في صداقات بتوجعنا، وهنا هندخل في الجانب الفلسفي شوية، وهي إن الحياة كلها مراحل، وكل مرحلة بيكون ليها ناس معينة. في أوقات ربنا بيبعت لنا أشخاص عشان يتعلموا مننا أو يعلمونا حاجة، لكن لما المرحلة دي تخلص ممكن وجودهم في حياتنا ينتهي. وجع الصداقة بيجي لما نكون متخيلين إن العلاقة دي هتفضل للأبد، وفجأة نلاقي الطرف التاني اختفى أو اتغير. ده مؤلم جدا، لأن الخيانة أو الفقد في الصداقة بيوجع زي وجع الحب بالظبط، ويمكن أكتر. في علم الأعصاب في حاجة اسمها هرمون الأكسيتوسين، وده بيتفرز في أجسامنا لما نقضي وقت كويس أو وقت حلو وممتع مع الناس اللي بنحبهم. هو نفسه الهرمون اللي بيخلينا نرتبط بالناس ونحس بالأمان معاهم. وعشان كده لما صديق يختفي فجأة، جسمنا حرفيا بيحس بصدمة، مش بس قلبنا، مخنا بيترجم الفقد ده كأنه خطر، عشان كده بنحس بالوجع القوي. لكن ايه اللي بيخلي الصداقة تكمل؟ أول حاجة الصدق. الصدق هو إن كل طرف يكون نفسه من غير تمثيل، من غير مثالية، من غير ادعاء الحاجات الحلوة في شخصيتك عشان تداري على الحاجات الوحشة. خليك انت زي ما انت. الصدق هو ان كل طرف يكون نفسه من غير تمثيل، من غير ما تكوني مثالية، من غير ما تبذلي اي مجهود انك تثبتي انك افضل شخص في الحياة. زي ما انت بطبيعتك هتتحبي وهتكوني صديقة كويسة. والمرونة هو اننا نعرف نتغير مع بعض ونستوعب اختلافاتنا، نقدر نتقبل الرأي والرأي الآخر. المجهود، الصداقة زي أي علاقة محتاجة وقت ورعاية واهتمام، محتاجة تفاصيل، محتاجة تفهم. أما بالنسبة للمسامحة، فهو إن مفيش إنسان كامل، فلازم نعرف نسامح علشان العلاقة تعيش. لازم نكون متسامحين، لازم نكون متفاهمين، متقبلين. الصداقة اللي بتكمل هي اللي بتبنيكي، مش اللي بتكسرك، اللي تحسي معاها إنك متشافة ومسموعة، مش متحاكمة أو متهمة. ولو في صداقة وجعتك، خدي التجربة كدرس. يمكن وجعتك دلوقتي، لكن هتعلمك إزاي تختاري بعد كده، وإزاي تكوني انت كمان صديقة حقيقية لغيرك. الصديقة مش اللي تقعدي معاها وقت الفرح، لكن اللي تمسك ايدك وقت الوجع. لو لقيتي الشخص ده، حافظي عليه، لأنه نادر جدا.